حزب بكل من أكاديمية الجناح ومسكرية الفلوس. الأخ سفيان المعدل عضو المكتب الوطني للشباب والمدرسية ومنسق جهة سوسمة الصدرعة. الإقامة اللي حضروا بها من المؤتمرين سواء ديال الاتحاد العام للطلبة واللي كيتشرفنا داخل جهة سوسمة الصدرعة، وخصوصا الأخ صمد القيوع لجنة التنفيذية ديال الحزب واللي كسر واحد القطيعة أن حزب استقلال وقدم الشباب يقدم العلماء اللي كان مستوزر في وزارة الأوقاف باسم حزب استقلال منذ ذلك الحين إلى سنة 2009، يعني في أكثر من 54 سنة ما عمر تبوأش واحد من جهة سوسمة الصدرعة. عند الإخوان ديالي يعني كتاب ومسؤولي الشبيبة والمدرسية سواء في الفروع ديال الشكيبة سواء في الفروع اللي كاينه في الأقاليم المجاورة، فرع ديال داودان، الفروع ديال ولاد برحيل، ديال مزكات، ديال سيدي بني، ديال تيغيرت، ديال اكادير، يعني هذا يشرفنا كثيرا. يعني هذا الاخوان حضروا معاهم وحضروا معنا، كذلك الاخوان ديال الفروع اللي متواجده في الشكيبة. وانا جد سعيد وانا غادي نخبركم واحد السر، انه في اخر اجتماع ديال المكتب الوطني لقينا فاش سالينا مع واحد الاجتماع مع الاخ الامين العام للحزب الاستاذ حميد شباط والاخ الكاتب العام مع قدر كحل، سالينا واحد الاجتماع ديالنا واتفقنا على اساس اننا غادي نشدوا واحد السلسله ديال اللقاءات التواصليه. وكاين الاخوان اللي اقترحوا اننا نبداو من مراكش من فاس، الاخوان اللي اقترحوا اننا نبداو من الغرب الشرق ولا بني حسان من اسفين. يعني الوقت فاش تختار التاريخ ديال 16 نوفمبر انه غادي يكون في مراكش، سبق واحد الاخ اقترح انه يكون في كولا عبده يعني في تسعود في هذا الشهر. ما حسيت بالاخ سفيان قال لهم دوسيس، قال لهم سداد وكبير غادي يكون جهه سوسمة الصدرعة. انا ما زدتش معاه ما زدتش معاه اللي غادي دير ليها دوسيس ما بقاش بحال وكذا. قال لي انا بغيت انت ككاتب وطني اول جهه تبدا بها هي جهه سوسمة الصدرعة. إذا هذا الشيء اللي نقول الأخ سفيان بطبيعة الحال احنا كنلتقيو اليوم يعني في واحد المرحلة حساسة جدا، وأنا بغيت الإخوان أنكم توعوا بالوضعية ديال القطاع ديالنا اللي هو قطاع التعليم في هذه المرحلة الحساسة كثيرا. علاش؟ لأن انتم كما كتعرفوا الحكومه قدمت واحد المشروع ديال الميزانيه، وهذه الميزانيه غادي تتناقش في اللجان البرلمانيه كيف ما انها غادي تحال على مجلس النواب قصد المصادقه عليها. وفيما يخصنا نحن كشبيبه مدرسيه نهتموا بالميزانيه الفرعيه المخصصه لقطاع التربيه الوطنيه، وكان مخصص بدا الخميس اننا غادي نديروا واحد الاجتماع في البرلمان مع اللجنه اللي مكلفه بالتعديل في الفريق البرلماني الوحده والتعادليه الفريق الاستقلالي باش غادي نناقشوا معاهم هذه الميزانيه الفرعيه. والخطير في الامر الاخوان انه ما تسرب الى حدود الساعه ان الميزانيه الفرعيه ديال قطاع التعليم برسم سنه 2014 في هذه الظرفيه الحساسه اللي خطب فيها صاحب الجلاله وعطى الجهات ديالو في 20 غشت باش يتم اعطاء الاولويه لقطاع التعليم، وان خص دير ثوره على مستوى المنظومه التعليميه ككل. كنتفاجئوا بان هذه الحكومه قائمه حكومه السي عبد الاله بن كيران انها نقصات من الميزانيه ديال التربيه الوطنيه 500 مليون ديال الدرهم، 50 مليار نقصاتها من الميزانيه، 50 مليار ديال السنتيم نقصاتها من الميزانيه الابتدائيه. بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بان المنظومه ديال الاجور هذا الميزانيه ديال التعليم كتاخذ من الميزانيه العامه ما يقرب 26% بواحد المجموع ديال واحد 46 مليار ديال الدرهم. هذه الميزانيه اللي مخصصه للتعليم في عوض في هذه المرحله انها تزكى وتزاد وتعرف كيفاش تقنن، كنتفاجئوا بانها كتنقص على الاخ الخلفيه اللي غادي يتكلم هي عرض ديال الاخ المفتش ديال حزب الاستقلال المغرب الشبائي
الأخ محمد بوخاري. دعنا نصفوا على الشباب ديالنا اللي كل يوم خير ان شاء الله يبقى من الجهه في المقرعه المحتوى الوطني المنظمه ديالنا والحزب ديالنا. كذلك غادي نناديو على الاخ يونس الرشدي اللي غادي ينوب على الاخت ديالو هاجر الرشدي اللي انتخبت كذلك عضوه في الشرقيه الاتحاد العام للقضاء المغرب، واللي غادي نقدم ليه هذه الرمزيه الاخ يونس منصور وفيه الاستقلال في ميزان اي مسؤول. وكذلك غادي نناديو على الاخ هشام منصور اللي غادي يقدم ليه هذه الجائزه الرمزيه النقديه، هو الاخ ملهم القاصي مفتي حزب الاستقلال مدينه اكادير. اذا كنفخروا كاملين بهذا الشباب ديالنا اللي حمروا لنا الوجه في هذه المؤتمرات الوطنيه ديال المنظمات ديال التابعه للشباب الاسلاميه. وكذلك بس نحتفي كاملين وخشيه كبيره عليهم الاخ صابتاج كاتب وطني لجمعيه الشباب الدراسيه واللي يخدم هذه